قول لي يا استاذ، انا بشوف في الافلام الاجنبي تلاقي المحيط لما يجي الشتاء بيحصل له ايه؟ بيتجمد لدرجه ان المحيط كله بيبقى تلج. الناس بتمشي على التلج ده، يعني تخيل بيمشوا على سطح المحيط، خلاص بقى تقدر تمشي عليه. بيجيبوا عربيات بتاعت الكلاب دي والموتوسيكلات بتاعت الجريد ويمشوا عليها. السؤال، المحيط ده مش المفروض فيه كائنات حيه؟ لما المحيط بيتجمد السمك ده بيبقى فين؟ ما هو حضرتك، لا مش هو السمك المجمد، لا ده حضرتك قال لي بص يا استاذ، على فكره المحيط مش بيبقى كله متجمد، ده السطح بس هو اللي بيبقى مياه متجمده، انما تحت في الاعماق بتبقى ميه والسمك عايش فيها. وده ممكن تطبقه. مش المحيط بيبقى متجمد في الشتاء؟ هو الشتاء الميه السطحيه بتبقى درجه حرارتها ايه؟ ما هو تلج اهو منخفض. طب واللي تحت دافيه شويه عشان يقدروا يعيشوا. يبقى ده بنطبق الكلام اهو. ازاي يعني البحر او المحيط حته بتبقى تلج وحته بتبقى ميه كده؟ ده اللي هو هيحكيه لنا في الفتره اللي جايه دي. حضرتك بيقول لك ان الميه دي سائل عجيب جدا غير اي سائل في الدنيا. بتوع الفيزياء بيقولوا لو سيادتك هتتكلم عن الميه فوق ال3 درجه مئويه، الميه بيبقى لها صفات نفس صفات السوائل العادي خالص. لو بنتكلم على الميه فوق كم؟ يعني عند درجه حراره 7 و8 و10 و5، طول ما الميه فوق ال3 درجه مئويه لها صفات زي اي سائل. الشيء العجيب جدا في الميه ان لو الميه درجه حرارتها كام؟ اقل من 3 صفات الميه كلها تتغير، تنعكس تماما. يعني لو انت فوق ال3 درجه مئويه بصفات، تحت ال3 درجه مئويه بصفات عكسها تماما. قال لي غريب قوي الكلام ده. اسمع كده بالراحه. نتخيل ان ده بحر اهو، والبحر ده درجه حرارته كام؟ 5. مع الشتاء البرد، هل ال5 دول هيفضلوا زي ما هم 5؟ قال لي لا، مع البرد هيبداوا ينزلوا شويه. يعني مثلا ال5 دي هتبقى 4 عادي، مفيش مشكله. طب استمر البرد كمان شويه، هل ال4 دول هيفضلوا 4؟ لا، مع البرد هيبقوا 3. امسك عندك، اذا وصلت درجه حراره الماء لكام؟ ل3 درجه مئويه، هتجد ان صفات الماء تتغير خالص، فان الماء يتمدد. ودي صفه غريبه جدا، لان المفروض اي ماده مع البرد يحصل لها انكماش. انت مع البرد بتعمل كده اهو. اي ماده، المعادن والسوائل مع البرد بيحصل لها الوحيد اللي في الدنيا كله مع البرد بيتمدد هو مين؟ لدرجة ان بتوع الفيزياء بيقولوا التمدد بتاعه بيسموه تمدد شاذ، يعني حاجة مش طبيعية. ده اللي احنا خدناه في الجيولوجيا، وده اللي بيفتت الصخور. لو عندنا شق او فاصل ودخل في الشق مية، والمية اتجمدت حجمها هيزيد تكسر الصخر. يبقى المعلومة اللي عندي اذا وصلت، ردوا عليا بقى، اذا وصلت درجة حرارة الماء لكام؟ فان في حاجة غريبة، فان الماء يتمدد. ده يعني حجمه يزيد ولا يقل؟